كان في واحد اسمه كريم كل شهر يستلم من المرتب ويبقى مبسوط، بس بعدها باسبوعين يلاقيه طار. فيسأل نفسه هو طار في ايه، يلاقي نفسه اشترى حاجات ملهاش لازمة وصرف فلوسه في عروض تافهة. بس بعدها بشهرين من الصرف اكتشف نظام إدارة المال ده، وعارف ينظم فلوسه، فبالتالي مرتبه مبقاش بيطير، وبقى فلوسه عارف ينظم فلوسه وعارف يصرف ايه ويحوش ايه. معلش المقدمة طويلة شوية، يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. ان اكيد في مرة لقيت نفسك فلوسك بتطير، ان كانت مرتب او مصروف، واكيد ده بسبب سوء إدارة المال. في الفيديو ده هنعرف نظام إدارة مال نقدر نطبقه، ليه إدارة المال مهمة، وكمان اللي هيحصلك بعد ما تدير فلوسك. تعالى دلوقتي نعرف ليه إدارة المال مهمة. لأنها أول حاجة لأنها هتنظم لك فلوسك، وتاني حاجة هتخليك عارف تحوش ايه وتصرف ايه، وكمان هتغير لك تفكيرك وحياتك المالية. طريقة: تخيل لو جالك 15,000 جنيه، هتقسمهم ازاي؟ تعال اقولك. هتقسمهم ل3 اجزاء: استثمار والتزامات وشخصي. هتحط في كل جزء 5000، في الاستثمار 5000، وفي الشخص 5000، وفي الالتزامات 5000. في الاستثمار لو كل شهر لمدة 12 شهر حطيت 5000، هيبقى معاك في آخر السنة 60,000 جنيه. انت متخيل؟ يعني تقدر تفتح متجر إلكتروني وتزود دخلك 3000 جنيه كمان. هيبقى معاك بدل ما كنت بتحط 5000 هتحط 6000. ولو فضلت تحوشهم لمدة سنة كمان مع المتجر، وتشتغل على المتجر وفي الشغل، هيبقى معاك بدل ما بتحط 7000، بدل ما بتحط 6000 هتحط 7000. وتقدر تفتح 3 متاجر وتزود دخلك. وهتحط في الالتزامات 5000، قول هتصرف منهم 3000، فهيتبقى تليفون ومية ونور وكده، هيتبقى معاك 2000. ممكن تفضل تحوشهم لسنة، هيبقى معاك 24,000 جنيه. تقدر لو عليك قسط تدفعه، وكده تبقى ما بقاش عليك قسط ولا حاجة، وكمان زودت مصادر دخلك. ايه اللي هيحصل لك بقى لما تدير فلوسك؟ هتحس ان الفلوس فيها بركة. هتقدر تشتري الحاجات وانت مش متأنب، تشتري اي حاجة انت عايزها. وكمان هتعرف انت هتعرف فلوسك رايحة فين، ومش هتبقى تايه. آم، تعالى نراجع بسرعة. أول حاجة فلوسك، وهيخليك عارف فلوسك رايحة فين. ونظام إدارة المال هتقسم فلوسك ل3 أجزاء: استثمار والتزامات وشخصي. اللي هيحصل لك بعد ما تصرف فلوسك، هتلاقي فلوس بقى فيها بركة، وكمان بقيت عارف تشتري اللي انت عايزه. بس خليك فاكر ان مفيش حاجة بتيجي بسرعة، لازم تتعب وتشتغل سنة، سنتين، 3، على بال ما تلاقي عوائد تعبك. خليك فاكر النقطة دي كويس، لان دي من اهم النقط اللي هتتعلمها، انك لازم تبقى ما تبقاش متسرع ومستني انك يجيلك العوائد بسرعة. العوائد مش هتيجي بسرعة، يعني خليك فاكر النقطة دي كويس عشان متبقاش زعلان. خليك فاكر ان العوائد مش هتيجي بسرعة مهما حصل، لازم تقعد كتير تشتغل وتتعب على بال ما تجيلك عوائد. في اخر نقطة، ان هي لازم تتعب وتشتغل لحد ما يجيلك عوائد، مش ما تستناش ان هما يجوا بسرعة. وفي واحد اسمه فرانكلين بنيامين بيقول مقولة إن نختم بيها الفيديو، ومقولة حلوة بس يعني كويسة. والموضوع بيقول ان النفقات الصغيرة ممكن تغرق سفينة كبيرة. يعني ايه قصده؟ يعني ان النفقات الصغيرة اللي هي الحاجات التافهة، وان هو ايه تصرف فلوسك في حاجات ملهاش لازمة، زي كريم اللي في اول الفيديو. هتقدر مش هت... هتلاقي فلوسك بتضيع، وممكن تغرق وفلوسك تضيع. وبس، كان معاكم يوسف من كافي دوز، ومتنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.